لازم العيش يكون مقفول كده من الجهه التانية. وهنحط ايه قطعه الجبنه او اي جبنه موجوده او متاحه. تمام. هندهن كده وهننزل بسمسم او حبه البركه اختياري. اخلص الكميه وادخلها الفرن في الوسط وارجع معاكم كده يا حبايب قلبي. شكل وصفتنا النهارده. ما تعمليش فينو، اعمليها بالعيش هيكون احلى واطعم. بصوا عايزه اقول لكم طبعا ايه واحد كده. بسم الله. بصوا الجبنه عامله ازاي، جميله جدا وفكره ممتازه. اتمنى طبعا من حضراتكم تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. وقطعت طبعا طبق الخضار الجميل ده كده معاهم. واحلى عشاء واحلى فطار. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك يا عمري، اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.